ينبغي على المرء من أول رمضان أن يهيئ نفسه لهذه الليلة، يهيئ نفسه بتوطيد نفسه على قيام الليل، على الذكر. يعني لو أن إنسانا فرط يستمر معه تفريطه وتمضي ليلة القدر كغيرها، لكن من يبدأ ينشط من أول الشهر ويحرص على القيام ويعتني بالقيام كل ليلة، ثم في العشر يزداد الاجتهاد في تحري ليلة القدر، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يغنم خير هذه الليلة وفضلها وبركتها العظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة رضي الله عنها يجاور في العشر، يعني يعتكف. والاعتكاف أيضا من مقاصده في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ولهذا يحرص المرء أن يعمر الليالي الأخيرة من رمضان، يعمرها بالطاعة، القرآن والذكر وقيام الليل والأذكار والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول، يعني عندهم أنه في ليلة القدر يعتنى بالدعاء، لكن تسأل ما الدعاء الأفضل، ما أقول. قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء مناسب غاية المناسبة لتلك الليلة، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى السنة المقبلة، إلى ليلة القدر المقبلة. فإذا كتب الله لك عفوا في تلك الليلة، سألت العفو أن يعفو عنك وكتب لك عفوا في تلك الليلة، هذا يبقى أثر في العام كله، هذا يبقى أثره في العام كله، لأنه فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا ينبغي أن يحرص في تلك الليلة أن تتحرى، وأن يحرص على الأذكار والأدعية والقرآن والدعاء، وخاصة هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا فيه مضاعفة العناية بالعمل الصالح من قيام وذكر ودعاء وتلاوة القرآن.